ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية تواصلت فعالياته منذ 9 صباحا بجميع المحافظات، وكيوم الانتخابات الأول شهدت المقار الانتخابية بمحافظة الفيوم كثافة حضور من جانب الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، مشاركة منهم في اختيار رئيس مصر القادم الذي يتولى مسؤولية البلاد للسنوات ال6 المقبلة. طبعا ده عرس النهارده وفرح زي ما الناس شايفة ومفيش حد متأخر. انتخابات نزيهة وديمقراطية. البهجة والسرور والطابع الاحتفالي، أجواء أصبحت سمة مميزة للاستحقاقات الدستورية في مصر، احتفاء من الناخبين بقيمة صوتهم الانتخابي. الفيوم وبلجانها الانتخابية التي يصل عددها إلى 323 لجنة شهدت إقبالا من جانب جميع الفئات. نقول للناس اللي ما انتخبتش اتفضلوا تعالوا اتفرجوا على البلد، والبلد يعني في عرس ديمقراطي النهارده، وفرحة ما بعدها فرحة بكل صدق وأمانة. وده فرح مصر الكبير ولازم كله يشارك، هي دي مصر ومصر بتقف في الشدائد. تحت إشراف قضائي كامل تجري العملية الانتخابية، المشرفون عليها وفروا إجراءات القيام بالعملية التصويتية بسهولة ويسر. محافظة الفيوم من جانبها شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير الانتخابات وتلقي أي شكاوى قد تطرأ على مدار الساعة. بنعيش في عرس تنموي، عرس ديمقراطي. بناشد كل مواطن في مصر له انتماء للبلد دي، البلد دي لها الفضل علينا كلنا، المفروض تنزل وتشارك وتقول نعم للتنمية، نعم للإصداء. انتخابات رئاسة الجمهورية يثبت فيها المصريون كعادتهم من خلال كثافة تصويتهم إيجابيتهم وحرصهم على استقرار الوطن والدفع بتنميته إلى الأمام. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.